السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم؟ جاي لكم موضوع مهم جدا النهارده اللي هو البروناونز، الضمائر. هو المفروض كان يتشرح من بدري بس يلا معلش، يلا بينا. أول حاجة بنتكلم عن البروناونز. اسمه ايه؟ بروناونز، الضمائر. عندي 5 حاجات. عندي ضمائر فاعل، ضمائر مفعول، صفة ملكية، ضمائر ملكية، ضمائر منعكسة. 5 حاجات. تمام، مفكركش على حاجة بالخمسة ديت؟ مفكركش في حاجة؟ افتكر بعدين. يلا يا باشا، أول حاجة ضمائر الفاعل. هنقول يا باشا الضمائر ولازم تتحفظ، تاني حاجة هنقول على المواضع. تالت حاجة هنحل عليها. بس كده ما عندكش حاجة. إن شاء الله في أقل من 10 دقايق كنا نعمل لك الحل عليهم، كنت عارفهم بس مجرد المعرفة، مش هشرحهم بالتفاصيل. ماشي؟ يلا بينا. أول حاجة ضمائر الفاعل. ضمائر الفاعل اسمها subject pronouns. قول ورايا subject pronouns. subject pronouns: I, you, they, we, he, she, it. باشا الطبيعي لما اقول انا بلعب كرة القدم I playing، بقول انا بلعب كرة القدم I play football every day. I تبقى ضمائر الفاعل تأتي بعد الفعل. I play football. ها، حدد فاعل، فعل، مفعول. ادي فعل، ادي ده ضمير فاعل بمعنى انا. تمام. ولازم تيجي في اول الجمله، يبقى ده موضع ضمائر الفعل. لازم تاتي قبل الفعل، لازم تاتي في اول الجمله. تمام. يلا بينا. تاني حاجه يا باشا ضمائر المفعول، اسمها object pronouns. object pronouns دي لينا واقفه على ده. يلا بينا. ده يا باشا قال لك تاتي بعد الفعل. طب ثواني بس، انت كاتب بعد الفعل وبعد الفعل. باشا ده بعد الفعل في اول الجمله، ده بيكون في الجمله نفسها، يعني ما بيجيش في الاول، تيجي بقى في النص، تيجي في اي مكان، على عكس ضمائر الفعل. ازاي؟ يلا بينا نقولهم بس الاول. يلا قول معايا: me, you, them, us, him, her, it. الموضع بتاعهم بيجي بعد الفعل وتاتي بعد حرف الجر. فتأتي بعد الفعل بس ما تكونش في أول الكلام، عشان لو في أول الجملة يبقى ده ضمير فاعل، بس تيجي بعد الفعل في الجملة، في الجملة نفسها بعد حرف جر. يلا بينا. He made me happy. هو جعلني سعيد. made ده فعل، صح؟ فعل. ايه ده؟ ده ضمير مفعول. هو جعلني سعيد، يعني عمل لي اي حاجه خلاني سعيد. يبقى دي فعل وادي هي، ده ضمير فاعل. طب ده ضمير مفعول، ده subject pronouns وده object pronouns. تمام. تأتي بعد الحرف، تأتي بعد حرف الجر. يلا بينا. don't speak with them. ما تتحدثش، ما تكلمهمش. with حرف جر، them حرف الجر، ده ضمير مفعول. معنى مثلا هم، كلمهمش، ده ضمير مفعول. تمام. يبقى بأتي بعد الفعل في الجملة. تاني حاجة بعد حرف الجر. تالت حاجة ضمائر ملكية. mine, yours, theirs, ours, his, hers. وإيه ما لهاش ضمير ملكية دي يا باشا ما تتبعش بحاجة. ازاي؟ اقول لك this pen is mine. هذا القلم ملكي. طبعا بحاجة؟ فول ستوب. دي فول ستوب. طبعا بحاجة؟ لا. مايني الضمائر الملكية لا تتبع باسم. طيب بقى ايه اللي بيتبع باسم يا باشا والمهمة واللي بيجي عليها في الامتحانات؟ صفات الملكية. صفات الملكية my, your, their, our, his, her, its. خلي بالكم مش دي مش اتس كده، لا هي اتس لازقة في، يعني ات واس على طول عشان بتلخبط الناس كتير. تمام. تأتي بالاسم. بص دي بتساوي this is
ماي بن. بص ماي صفة ملكية، بن ده اسم اهو اسم. ماي فاذر، ماي براذر، ماي سيستر، ماي سون، ما اي حاجة. تمام يبقى صفة الملكية تتبع باسم، صفات الملكية تتبع باسم. طيب بقى في اسمها حاجة اسمها الضمائر المنعكسة. الضمائر المنعكسة ديت myself، yourself، themselves، ourselves، himself، herself، itself. يا باشا بتعود على فاعل الجملة. أنا عملت الواجب بتاعي بنفسي، هي عملت الواجب بتاعها بنفسها. تعود على فاعل الجملة اللي هو I myself. أنا عملت الواجب بتاعي بنفسي، هي عملت الواجب بتاعها بنفسهم، هم عملوا الواجب بتاعهم بنفسهم. احنا عملنا الواجب بتاعنا بأنفسنا. تمام. ده يا باشا باختصار. عايز اقول حاجه في اسمه ده في ضمائر المفعول. في يا باشا في اسمه ده في زمن المجهول، لما اقول باي هيم، باي مي السياره تصلح بواسطه الميكانيك. عايز اشيل الميكانيك واحط مثلا ضمير مفعول، السياره تصلح بواسطته باي هيم. كده لخصت لك البروناونز سريعا، يعني انا عارف ان انت ايه، بس لازم اقولها، ده في كورس تاسيسي لازم تعرف عليه. يلا بينا نحل. يلا بينا يا شباب، بعد ما شرحنا يلا بينا نحل. This is، يلا بينا في الاكزامبل الاولاني. This is منا's car، هذه سيارة منى. هي مش هتكون ايه؟ هي مش هتكون ايه؟ بتاعتي. يلا عايز ايه؟ عايز ضمير مفعول. ضمير مفعول. ماي لا صفة ملكية. هير لا ضمير مفعول. هيرسل ضمير منعكس. يبقى مفيش الا ماين اللي هو ضمير ملكية اللي هو ما بيجيش بعده حاجة. تمام. A man is sitting next to ده ايه؟ فعل. not in the exam room. أمال قاعدة جنبي بجواري في الامتحان، في غرفة الامتحان. جنبي أنا. جنبي عايز ايه؟ ضمير مفعول. والمفعول اللي هو مي. ماي صفة ملكية، ماين ضمير ملكية، ماي سيلف ضمير منعكس. جدع. يبقى قلت لك في الموضع تيجي بعد فعل في الجملة. trees protect not from many problems. الأشجار بتحمينا من إيه؟ من الكثير من المشكلات. بتحمينا يبقى إيه؟ عايز ضمير مفعول. ده فعل أهو، ده فعل. أنا عايز ضمير مفعول، بختار إيه؟ تحمينا إحنا. تمام. She made not husband a cup of tea. هي عملت فنجان قهوة لجوزها. عايزين بهير. هي عملت her husband a cup of tea. not has booked the tickets. عايز اقول هو حجز التذاكر. هو عايز ضمير فاعل. هو اللي هو اول واحد هنا. اختار هي. ايوه هي. هم لا ده ضمير مفعول. بس يا باشا كده يكون شرحنا لك البروناونز وحلينا عليها. راجع وركز واستنانا في اللي جاي. سلام.